عارفين ان الموبايل في ايدي ده عليه جراثيم اكتر من الموجوده في بلاعه الشارع وقعده الحمام اللي في بيوتكم؟ عارفين ان فرشه سنانكم اللي موجوده في الحمام دلوقتي ممكن تكون مسمومه بسبب حركه بتعملها بايدك كل يوم عده مرات؟ احنا بنصرف يا جماعه مئات الجنيهات على المنظفات وبندعك السيراميك لحد ما بيبرق، بس بننسى البلاوي المستخبيه في الفوطه والشبشب وحاجات تانية هقول عليها. النهارده هقول لكم على اسرار اول مره تسمعوها عن بيت الراحه اللي هو الحمام، اللي ممكن يقلب البيت من بيت راحه لبيت الداء، وممكن يعمل روايح وحشه وحساسيه وفطريات ومشاكل تنفس كمان. الكلام اللي انا بقوله ده ما هواش تهويل، دي حاجات اتكلمت عليها جهات زي CDC والWHO. كملوا الفيديو معايا للاخر، لان هقول في النص على ليه المكياج والمنظفات الموجوده والشامبوهات والحاجات دي موجوده في الحمام خطر. وفي اخر الفيديو هقول لكم ليه الجلوس في الحمام فتره طويله بالموبايل ممكن يعمل لك امراض ما تخطرش على بالك. يا ريت بقى اللي مش مشترك في القناه يشترك ويدوس على زر الجرس حتى يصل كل جديد، وندخل في الموضوع ونقول بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. ونمسك الكارثه الكبرى، الفوطه والليفه اللي هي عشاق الرطوبه، عاشقين للرطوبه. الفوطه اللي بننشف بيها وشنا وجسمنا في الحمام، الفوطه دي بتمتص الميه وخلايا الجلد الموجوده على جسمك، واحنا حضراتكم بتسيبوها مبلوله في الحمام. انتوا كده بتبنوا فنادق 5 نجوم للبكتيريا اللي اسمها ستوفايلوكوكس وغيرها وغيرها وغيرها. الخطر ايه؟ الخطر ان ممكن يحصل حبوب لافراد الاسره وتهيج للبشره والتهاب للبشره، وممكن يحصل فطريات جلديه. والريحه اللي ممكن يشمها من الفوطه اللي مبلوله دي ريحه الكمكمه، دي الريحه دي عباره عن بكتيريا حيه يا جماعه. الحل ان الفوطه بعد الاستخدام تتنشف بره الحمام، ويا ريت في الشمس، وتتغير كل يومين. تاني حاجه الليفه الطبيعيه الموجوده في الحمام او حتى الصناعيه، اللي في دلوقتي طلع صناعي كده بلاستيك يعني، اللي متعلقه في الحمام. احنا عارفين دي كلها مسام من جوه زي السفنجه كده، بتعتبر مخزن للعفن الاسود، خصوصا لو اتثابت في الحمام بعد الاستخدام مباشره. الحل ايه؟ طبعا الحل انها تتشطف بميه وخل وتتنشر في مكان فيه هواء، او تتغير طبعا كل شهرين بالكتير. دي تاني حاجه. تالت حاجه لازم شبشب الحمام اللي انت هتخش بيه يكون مخصوص للحمام، شبشب بلاستيك. السر ليه بقى؟ السر في ايه؟ السر ان ارضيه الحمام دي ملعب للفطريات. لو دخلت الحمام حافي، الفطريات دي بتسكن جوه صوابعك وبتعمل ريحه وحشه جدا وتعمل قشور، وعلاجها بيقعد بالشهور ومقرف جدا. النصيحه طبعا شبشب الحمام يتغسل بميه وكلور كل اسبوع بالكتير، والافضل طبعا يكون لكل واحد شبشب، ما يلبسش شبشب غيره. الافضل طبعا كل واحد وحسب ظروفه. ونيجي للكارثه الكبرى، صدمه العمر. لما حضرتك تشد السيفون والغطا مفتوح، بيحصل ايه؟ الميه بتنزل باندفاع، بتنزل باندفاع على ايه؟ تخيلوا معايا، الميه بتنزل باندفاع، بتنزل على ايه؟ على الفضلات اللي حضرتك سبتها، سواء بول او براز. واخدين بالكم؟ بيطلع من الاندفاع ده رذاذ لا يرى بالعين المجرده، بينتشر على بعد مترين حوالين القعده. تخيلوا معايا، انت تتخيلوا الموقف بقى، الرذاذ ده ما هوش ميه بس، الرذاذ ده دي ميه واخده معاها ايه؟ بول وبراز عافاكم الله. البول والبراز بما تحمله من ملوثات وبكتيريا. انتوا متخيلين؟ البراز ده يا جماعه بيتطاير، بينزل على كل حاجه حوالين القعده، بينزل على فرشه السنان اللي جنب الحوض، بينزل على الفوطه اللي حضرتك بتنشف بيها وشك، بينزل على الباب، مقبض الباب والترباس اللي انت كل شويه تمسكه، بينزل على الخلاط بتاع الميه اللي موجود في الحوض. انت ممكن تتخيل بقى، كل واحد يتخيل الحمام بتاعه على بعد مترين من القعده ايه الحاجات اللي فيه، وممكن الرذاذ ده اللي مليان فضلات ومخلفات بقى حضرتك تنزل فيها، انت ما بتشوفهاش بالعين. الحل طبعا حل سهل جدا، ان احنا بعد ما خلصنا حمام بنقفل الغطا ونشد السيفون. ما فيش حل اكتر احسن من كده. والافضل طبعا بعد ما خلصت تغسل ايدك كويس بالطريقه اللي هي المفروض. اللي عايز يعرف طريقه غسيل الايد صح يقول لي، انا هبعت له الفيديو بتاعه. برضه انا غاسل ايدي بالاجهزه والحاجات دي كلها، هقول لكم تغسلوا ايديكم ازاي. اللي عايز يقول لي، انا هبعت له الفيديو بتاعه. بعد ما غسلت ايدك كويس والطهاره، بتمسك فوط او منديل ورقي وبتفتح بيه المقبض بتاع الباب. والافضل طبعا كل فتره بتطهروا المقبض ده بالكحول 70%. كمان فرشه السنان المفروض ما تتحطش في الحمام، شيلوها بره الحمام خالص،
او لو ما فيش مكان الا جوه الحمام يبقى تتحط في الكفر بتاعها او العلبه بتاعتها، المهم تكون متغطيه بغطاء مناسب، مع تغيير الفرشه طبعا كل 3 شهور، وانتم عارفين الكلام ده. خامس خطأ بقى بيحصل في الحمام للستات خصوصا، انهم بيحطوا المكياجات والكريمات في الحمام والشامبوهات والحاجات اللي انتوا بتستعملوها دي. وجودهم في جو الحمام اللي مليان رطوبه بتحولها لبيئه بكتيريه، بتعمل ايه؟ بتعمل تجاعيد وتعمل حبوب وحساسيه لبعض الناس. كمان تواجد المنظفات زي الكلور والفلاش والمنظفات القويه لما بتتحط في الحمام مع البخار بتطلع غازات، الغازات دي بتاثر على الصدر وعلى الجيوب الانفيه. ايه تاني من الاخطاء؟ خلي بالكم في باسكت زباله كده معظم الناس بتحطه في الحمام اللي هو سله المهملات، لازم تكون بتتفتح بالرجل، بدواسه بالرجل، في حاجات كده بتدوس عليها بالرجل بتتفتح عشان ما تمسكهاش بايدك وايدك تتلوث. لازم تكون من الحاجات اللي بتتفتح بالرجل، الدواسه بتتفتح بالرجل ودي تفضى كل يوم على الاقل، لان المناديل المبلوله دي بتعتبر بؤره عفن او بؤره تلوث. ايه تاني من الحاجات الموجوده في الحمام؟ فرشه تنظيف المرحاض، انتوا عارفينها دي اللي عامله زي راس العبد دي، اللي بتنضفوا بيها القعده من جوه دي، اللي بتفضل مبلوله وبيكون فيها، خلي بالكم، بيكون فيها اثار مخلفات اللي انتوا بتنضفوها. وستات كتيره ما بياخدوش بالهم، ما بينضفوهاش كويس، فده بيصير فيها اثار مخلفات بولو براس وما بتشوفهاش كويس. دي يا جماعه لازم بعد الاستخدام تتغسل كويس جدا لازاله اي عوالق موجوده فيها وتتعقم. يا ريت كمان الحامل بتاعها ده نحطه فيه ميه بخل او ميه بكلور وتبقى مغموسه فيه على طول او قريبه منه على طول، بحيث ان ايه تبقى ايه متعقمه. والافضل طبعا ان بعد الاستخدام ده تتحط في مكان جاف تنشف. مقبض الباب من اكتر الاماكن اللي الناس بتلمسها باستمرار، لكن القليل قوي اللي بيحاول ينظفها بصفه مستمره. وطبعا مقبض الباب والترباس بتاع باب الحمام، ودي من اكتر الاماكن اللي ممكن تنقل العدوى لجميع افراد الاسره. ايه تاني؟ ثابت الغسيل اللي بيحط فيه هدوم او بيحط فيه فوط او هدوم وسخه او حتى هدوم مبلوله طالعه من الغساله، لما بتتحط في الحمام في جو الحمام فتره، دي تعتبر مستعمرات بكتيريه وفطريات، دي بتنتقل للفوط والملابس. ايه تاني؟ ستاره البانيو، بص كده على طرف الستاره من تحت، لو لقيت لون اسود او لون برتقالي فاعرف ان ده عفن، اسمه عفن مائي. الحل طبعا ان الستاره دي تتفك وتتغسل في الغساله بخل كل شهر، والهدوم والفوط طبعا المبلوله تتقطع تتنشر فورا، ما تسيبهاش في الحمام. ايه تاني؟ الدواسات، في ناس بيجيب دواسات ومشايات بتحطها في الحمام، دي تعتبر سفنجه يا جماعه بتمتص الرطوبه وبتمتص الميه، تعتبر يعني مستعمرات بكتيريه بتشيل ميه وشعر وجلد ميت. لازم دي يا جماعه تتغسل بصفه مستمره وتتنشر في الشمس بالكتير خالص مرتين في الاسبوع. ايه تاني؟ الحته اللي جايه دي مهمه، الصفايه بتاعت البانيو، الصفايه اللي بينزل منها الميه اللي زي بتاعت الحوض دي، والبلاعه بتاعت الحمام، انتوا عارفين والستات عارفه كويس قوي دي بتبقى مليانه شعر وصابون ومخلفات وجلد ميت وغيرها 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 وغيرها، الحاجات اللي انتوا بتكبوها دي، دي بتعمل طبقه لازجه بتسكن فيها الحشرات الدقيقه. مش كل الحشرات بنشوفها بعينينا، في حشرات دقيقه ما بنشوفهاش بعينينا بتسكن في قلب البيئه دي، وطبعا الميكروبات والبكتيريا والفطريات والكلام ده ممكن تعمل عدوى لافراد الاسره. الحل طبعا تنظيف اسبوعي مناسب طبعا بالبيكربونات والخل والحاجات دي كلها، تعمله فوران وتنظف بالميه السخنه والكلام ده. وطبعا ازاله الشعر اول باول وعدم ترك الرواسب تتراكم. الكارثه ال 14 بقى، دي الكارثه الكبرى اللي منتشره دلوقتي جدا، وخصوصا عند الشباب اللي ما بيقدرش يستغنى عن الموبايل خلال ال5 دقائق اللي بيعمل فيهم حمام، اللي بياخدوا موبايلاتهم ويخشوا بيها الحمام. الكلام ده مش الشباب بس على فكره، ده حتى الابهات والامهات للاسف كله بيخش الحمام بيتفرج على فيديو، بيقرا منشور، بيشوف التوك توك، بيستخسر الوقت بتاع الحمام ده لازم يتفرج فيه على حاجه. انتم عارفين ان الموبايل اللي في ايدك اللي بتخش فيه الحمام ده فيه ايه؟ فيه ملوثات كتيره جدا، من ضمنهم بكتيريا الاشيريشيا كولاي اللي بتعيش في القولون وبتنزل مع البراز، اللي بتعمل نزلات معويه، نزلات معويه حاده، وانواع اخرى من البكتيريا الضاره. عشان تتاكدوا من الكلام ده بعينيكم، انا كنت عملت فيديو من فتره، واخدين بالكم، يعني اثبتت الكلام اللي بيتقال في المراجع. المراجع بتقول ان الملوثات الموجوده على الموبايل اكتر من الموجوده على قعده الحمام 10 او 12 مره. انا حبيت اشوف الكلام ده صح ولا غلط،
فجبت موبايل احد الزملاء، وجبت الجهاز اللي بقيس بيه التلوث باحدث الاجهزه العلميه، واخدين بالكم، قست التلوث الموجود على الموبايل وخدت الرقم بتاعه، ودخلت الحمام، خدت مسحه من قعده الحمام وقستها، وطلع الرقم مفاجاه مش 10 بس. طبعا 10 و12 دي الباحثين اللي في اوروبا، لكن احنا عندنا هنا الموبايل اللي خدته من احد الزملاء المهندسين، واخد بالك، لقيت التلوث العافيه عدى 2 واكثر من 20 مره اللي موجود على الموبايل. الموجود على الموبايل قد الموجود على قعده الحمام اكثر من 20 مره. تخيلوا كم الملوثات الدنيا. قليل جدا اللي عندنا اللي بيطهر الموبايل بتاعه. يا جماعه اللي عايز الفيديو ده ويشوف بعينيه الملوثات دي بالاجهزه يقول لي، وانا هبعت له الفيديو ده في تعليقات او على الخاص، او ايه، ممكن اسيب لكم الرابط بتاعه في الوصف. الحاجه المهمه الثانيه اللي عايز اقول لكم عليها، الناس اللي بتخش تقعد فتره كبيره جدا في الحمام، الموبايل بيخليكم تسرحوا. الحمام اللي بتعمله في 5 دقائق ممكن تعمله في ربع ساعه ونص ساعه. القعده دي في منتهى الخطوره يا جماعه. القعده في الحمام وانت باصص الموبايل كده بتطول في الوقت، بتزود القعده دي، بتعمل ايه؟ بتزود الضغط على الاورده اللي موجوده في الركب وفي المقعده وكده، ودي بيكون سبب رئيسي لمرض البواسير في العصر الحالي. شفتوا القعده في الحمام بتعمل ايه؟ الموبايل ممكن يعمل لك ايه؟ ممكن يعمل لك، بيكون سبب من اسباب البواسير. المشاكل الثانيه اللي في الحمام المقفول دايما طول الوقت من غير تهويه، ده بيبقى فيه رطوبه. ورطوبه يعني ايه؟ يعني عفن، يعني فطريات. العفن الاسود اللي انتوا بتشوفوه احيانا في السقف بتاع الحمام او في الزوايا بتاعه الحمام، ده سببه عدم تهويه الحمام. وده ممكن يعمل ايه؟ ممكن يعمل حساسيه وكحه وضيق تنفس وتهيج الجيوب الانفيه، خصوصا للاطفال وكبار السن ومرضى الحساسيه. الحل ايه؟ الحل نفتح الشباك يوميا يعمل تهويه، نستخدم الشفاط، سيب باب الحمام بعد الاستحمام مفتوح شويه. الخلاصه يا جماعه، الحمام اتعمل لايه؟ لقضاء الحاجه والنظافه، مش للدردشه وتصفح التيك توك واليوتيوب. ادخل الحمام، خلص، اغسل ايدك كويس بالطريقه الصحيحه، واللي عايز طريقه يعرف طريقه عمليه لغسيل الايد يقول لي برضه، هبعت له الرابط بتاع الفيديو بتاعه. اغسل ايدك كويس بالصابون بالطريقه اللي انا قلت عليها. اخرج وما تنساش كل فتره كده حته منديل فيها كحول 70 تطهر بيه الموبايل. يا جماعه صحتكم امانه. حاجات بسيطه من اللي انا قلتها دي كلها بنعملوها غلط، ممكن تكلفك كتير جدا انت وعيلتك. لو عيل صغير بس تعب كده، انت مش عارف سبب تعبه ايه، ممكن يكون حاجه من الحاجات اللي احنا بنستهتر بيها دي. لو حضرتك او حضرتك استفدتوا من الفيديو ده، يا ريت تشيروه، وخصوصا في جروبات الستات، علشان تعم الفائده، فتدل على الخير ايه؟ كفاعله. وقولوا لي في التعليقات بقى، كم عاده من العادات اللي انا قلتها، انا قلت حوالي 16 عاده، كم عاده من العادات ال 16 دي بتعملوها وما كنتوش تعرفوا انها غلط؟ وايه اكتر حاجه اتفاجئت بيها انها ممكن تكون خطيره وحضرتك ما تعرفش؟ اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اجعل هذا العمل خالصا لوجهك الكريم، واجعله في ميزان حسنات كل من شاهده ونشره ابتغاء مرضاتك يا رب العالمين. ما تنسوش بقى تدعوا لي وتصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم في تعليق، ودعموا القناه بالشير واللايك والتعليقات عشان ننشر الوعي الصحي والغذائي في المجتمع. كنتم في قناتكم تثقيف غذائي وصحي مختار سالم قمر. دايما احنا مهتمين بكل تفصيله لصحتكم، لاكلكم ولبيت خالي من المتاعب. اشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.